ازيكم؟ عاملين ايه؟ جو حلو النهارده ولا ايه؟ يا رب تكونوا مبسوطين. مش سامعه صوت حد في البيت. الحمد لله. اقعد اتفرج انا بقى على التلفزيون براحتي شويه. تيجوا تتفرجوا معايا؟ يلا بينا. كده سيداتي انساتي ساداتي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مستنيين ايه؟ قالت لكم السلام عليكم، مش سامعين؟ المفروض تردوا عليها التحيه باحسن منها، مش كده ولا ايه؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هي وبعدين؟ استني شويه لسه في موسيقى. يو نسيت، لازم موسيقى. ايتها السيدات والساده، تسر اذاعتنا المحليه ان تقدم لكم الليله موسيقى تاني؟ علي باب الوزير. علي؟ هو علي ورايا؟ لا مؤاخذه، قصدي على باب الوزير. الله، هو مش ده الفيلم؟ لا يا حاجه مش هو خالص، تمثيليتنا دي غير، فيها حاجات كتير قوي، تمثيليه اجتماعيه فكريه فكاهيه دراميه نقديه واقعيه. بس خلاص كفايه. هو في ايه؟ غيري المحطة دي يا سهام. لا يا سيام ما تغيريهاش. بقول لك غيريها. اغيرها ليه يا علي؟ غيري المحطة يا سهام، بقول لك انا ما بحبش. انت عارفة يا سهام ان انا ذوقي صعب، ما بحبش بقى اتفرج على الحاجات اللي اي حد يقعد يتفرج عليها كده. هو ذوقك بس اللي صعب؟ ده انت كلك مخلوق صعب. اشكرك على المجاملة اللطيفة دي يا هانم. انت كنت فين كل ده؟ اسكتي يا سهام. اما انا عامل لك حتة مفاجأة. إيه؟ عامل لك حتة كيكة، انما ايه؟ اخر حلاوة. وعرفت منها اخر حلاوه. بصي يا ستي، إيه؟ حطيت لك عليها نوتيلا وشوكولاته وسكر وعسل. بس ايه العك ده؟ عك؟ امتى هتفهم ان شغل المطبخ ده شغل الستات؟ لا يا هانم، وشغل الرجاله كمان، خصوصا اللي طلعوا معاش زي حالاتي. بقول لك ايه، ما تصدعينيش، انا هروح اخلص الكعكه الحجريه اللي انا بعملها وبعدين ارجع افهمك شغل الرجاله وشغل الستات. يا ماما يا ماما يا ماما، ده ابن سليم ما شاء الله، بقى طول وعرض. عايز ايه يا سليم؟ فين فرد الجزمه بتاعتي؟ ما هي في ايدك اهي. مش دي الفرده الثانيه؟ دورت تحت السرير؟ تحت السرير والكنب والكراسي وفي كل حته. شوفها في الثلاجه. ثلاجه ايه يعني؟ هو ده منطقي يعني؟ الناس هتخش صباح الخير اجيب هدومي من الثلاجه؟ يعمل ايه لابوك؟ كل حاجه يقابلها يحطها في الثلاجه. انا ما اعرفش انت اتجوزت الراجل المتعب ده ازاي يا ست انت؟ عيب ده كلام يتقال ده؟ ابوك مالكش غيره ومالوش غيرك. يا ستي عارف، بس انا تعبت، كل ما يشوفني لوحدي يقول لي انزل هات لي دقيق على سكر على مربى، حاجات كتيره قوي مش عارف يعمل ايه بيها. انا تعبت. معلش ابوك برضه، ابوك استحمله. كل ما يشوفني لوحدي برتاح.
انت يا واد يا سليم. انت فين يا ولا؟ انا مش هنا. يلا روح له على المطبخ شوف عايز ايه. لا روح لعمال بقى، انا اشوف الثلاجه اللي انتوا حاطين فيها. السلام عليكم. هو انا يا ربي ما اعرفش اقعد شويه في البيت ده ابدا اما اكمل فرجه. هنا صوت الهنود الحمر. الهنود الحمر سامعين؟ يا استاذه يا مذيعه يا محترمه، انت فاهمه انت بتقولي ايه؟ عايزه الحق. ايوه ده صوت اللي اتبقى من الهنود الحمر. لا اله الا الله. حملات الاباده ما خلتش منا الا القليل. معلش يا اختي، وعموما ليكم اخوات في بلاد الله الواسعه، هنود حمر وهنود صفر وكمان هنود سود. اغتصبوا ارضنا وتعرضنا لحملات اباده ضخمه. احنا خايفين ننقرض. معلش يا اختي. ولما دافعنا عن ارضنا اتهمونا بكل التهم. بقول لك ايه، اصلا مش ناقصه هم، ممكن تنقلب حته تانية؟ حاضر. السلام عليكم. بقول لك ايه يا سهام، انت ما شفتيش الواد سامي؟ ما شفتوش. عايزه يجي راح يساعدني. فين؟ مش عارفه شفت ما الواد ده شفتوش. مجنني، انا مجنني الواد سامي ده. يا سليم فين اخوك يا واد؟ تعالى اهو اهو، هاتهولي هاتهولي هاتهولي. خش خش. تعالى سامي ابني ابني حبيبي. روح. ماما ده بقى سامي ابني العسل اخر العنقود. نعم يا حبيبي. اكل. عايز تاكل؟ جعان؟ حاضر. لا بابا لا. بابا بيعمل اكل في المطبخ. بابا اكل وحش. بابا اكله وحش؟ اه بيوجع بطنك ولا ايه؟ بابا اه بلاش اكل بابا. اطلع انت دلوقتي، خش دلوقتي على اوضتك وانا هجيب لك سندوتشات واجيبها لك في الاوضه. ايه ماشي، رايك؟ ماشي. يلا يا حبيبي بابا يلا. اكل وحش؟ اكل وحش. انا اكلي وحش؟ لا امال مين اللي بابا؟ هو انت ليك بابا تاني؟ اطلع بره بيتي. يلا يا سامي بره بيتي. على اوضتك يا سامي. ده عيال اوعي اوعي. انت انا مش فاهم، انا مش عارف. ارجع للتلفزيون تاني. ايه ده؟ يا ساتر يا رب، زلزال ده ولا ايه؟ ما تخافيش يا حاجه، دي نشرة الاخبار العالميه. يا علي تعال اسمع الاخبار. سمعتها امبارح. لا دي اخبار جديده. بقول لك ايه، انت لسه الدكتور قال لي ايه؟ ايه؟ قال لي ابعد عنها كتير تعيش عمر طويل. عنها؟ ايوه. تقصد منها يا علي؟ لا يا شويش، لا يا سهام، لا انا اقصد الاخبار. الدكتور قال لي ابعد عن الاخبار عشان الضغط والامراض، تعيش عمر طويل. اسمعي انت الاخبار يا سهام. اليكم يا اخواني ويا اخواتي كل الاخبار السيئه. اهو قلتش انا حاجه؟ انت بتهزري صح؟ هو بقى في حاجه عدله يا اختي؟ ايشي يعني- زلازل وشي براكين وشي حروب وهلم جرة. يعني ما عندكيش اخبار مفرحه ولا سعيده؟ اوعدكيش كان فيه وخلص يا اختي، كان فيه وخلص. كان فيه وخلص. حاولي تظبطي الاريال يمكن يجيب حاجه. بصي خلاص يا ام محمد، خلاص هسيبك مع ام محمد المعدده واخلص الكيكه. ده انتوا بيت غريب. اذنك معاكي يا اختي بقى، اتفضلي مش عايزه اسمع حاجه. لا لازم تسمعيني، ده شغلي. مش سامعه بالسلامه، انا ناقصه هم وغم. يا بنتي في ايه؟ ولا مش عارفه اقعد شويه؟ انت في المطبخ اخلص الكيكه، صوتك عالي ليه؟ ده التلفزيون. هو التلفزيون بيكلم حد يا سهام؟ يا سهام التلفزيون ما بياخدش ويكلم حد، مفيش حد بيكلم التلفزيون يا سهام. علي بيتهيأله حاجات غريبه، فاكرني بكلم التلفزيون. سهام بيتهيألها ان المذيعين بياخدوا ويردوا معاها الكلام. معلش يا جماعه، اعراض شيخوخه مبكره يعني، احنا اسفين. هو فاكرني عجزت وبخرف؟ لا انا عارفه كويس قوي انا بقول ايه. سهام مفيش مذيع في تلفزيون بيقعد كده يرد على اللي بيتفرج عليه يا سهام. ومين قال لك اني بكلم التلفزيون؟ امال بيتكلمي مين؟ انا بكلم نفسي وبناقشها بصوت مسموع، وده من حقي ان اقول لها واسمع منها واخد ودي معاها. نسيت اعرفكم يا جماعه، الاستاذه سهام زوجتي العزيزه كانت مدرسه كبيره، بس الحمد لله ربنا رحم الاجيال الجديده وطلعت معاش الحمد لله. اما انا بقى كنت موظف كبير جدا 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 في الدوله، ولكن ما طلعتش معاش ولا حاجه. هم قالوا لي اقعد فانا قعدت. انا علمت الاطفال 40 سنه، تلامذتي النهارده في كل مكان وفي اهم المناصب، اللي دكتور واللي محامي واللي راجل اعمال
فيهم واحد بس فاكرك؟ مش مهم، المهم ان اديت مهمتي ورسالتي على اكمل وجه، واني ربيت عقول. يا ريتك ربيتي عجول يا اختي. بتتريق حضرتك؟ لا ما بتريقش يا سهام، بس تخيلي 40 سنة وانت بتربي عجول. كان زمان حالنا بقى غير الحال يا سهام، كان زمان معانا فلوس وبيوت وقصور يلا. الحمد لله احنا احسن من غيرنا. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. الحمد لله الحمد لله. انا بقول لك ايه؟ انا شامم ريحة حد. لا في خطوات على السلم، سامع خطوات على السلم. عارفة مين ده؟ ده مين اللي جاي دلوقتي؟ النهارده كام في الشهر؟ النهارده واحد واحد في الشهر. يبقى مين؟ اهو مش بقول لك شامم ريحته؟ ده مين بقى اللي جاي دلوقتي ده بقى؟ هو في غيره اللي بيجي يوم واحد؟ خلاص جاي صاحب البيت يا سام، صاحب البيت اللي جاي عشان الايجار المتاخر ومحسسني اني عايش في قصر. ده احنا عايشين فوق سطح اهو، معرفش ما اسموش سطح، اسمه الروف. فرقت يعني، فرقت. طبعا. حاضر يا سام، حاضر. يلا اطلع له كده وبطريقتك الحلوه دي، خليه يصبر علينا شويه لحد ما ربنا يفرجها. انا زهقت من صاحب البيت. بص يا سهام، في المواقف اللي زي دي لازم راجل البيت يقف ويتحمل المسؤوليه. صح يا اخويا. روحي قبل صاحب البيت وحل المشكله. خلاص يا سهام، ما تروح تفتح الباب يا راجل. خلاص رايح. ده انت غريبه. حاضر يا سيدي، يا صاحب البيت. يابا السلام عليكم. وعليكم السلام يا حاج. خد هنا يلا. ايه يا حاج؟ وانت معدي كده واحنا قاعدين في شارع؟ انت في عايز مني ايه؟ فين الدقيق اللي قلت لك تجيبه لي؟ انت كنت عايز كام؟ 4 كيلو. جبت لك كام؟ 2. طيب يا حاج، ما انت عليك انت عليك مبالغ كتير قوي للبقال تحت. انا عليا مبالغ كتير. انا معلش فلوس لحد، انا واخد قرض حسن من البقال. قرض حسن؟ لا اله الا الله. لو سمحت تجيب لي 2 كيلو عشان اخلص الكيكه بقى. بقول لك ايه؟ ما تجيب 200 جنيه طب عشان ادي للراجل الحاجه بتاعته. خلاص يا حاج. راح فين؟ راح يشوف مين على الباب. احسن. تعالى هنا قول لي. ايه يا حاجه؟ انت بتهرب منه ليه؟ يعني ما انتش عارفه يا حاجه، ما هو كل ما بيشوفني بيفكرني بخيبتي وفشلي. يقول لي مش عارف مين بقى مهندس ومين بقى دكتور ومين بقى رجل اعمال زي ابوه. ابوك وبيحبك وعايزك احسن واحد في الدنيا. يا ستي عارف، بس علمتوني وخدت الشهاده الكبيره والصغيره وعلقتهم على الحيط. من ساعتها وهي كل حاجه متعلقه، الجواز والشغل والمستقبل. قلت لك 100 مره لا يأس مع الحياه ولا حياه مع اليأس. كلام مدارس تاني؟ يا ريتك كنت علمتني صنعه بدل ما تدخليني مدارس. ايه الكلام ده؟ ايوه، كنت بقى مطرب مهرجانات قد الدنيا والناس كلها بتحترمني زي حمو بيكا. ياما 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 ضيعت فلوس في الهوا اخرتها لبست في حريق ماشي في الدنيا بصدري بضيع بجري المية 200. انا 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 الكوبلت. محدش بيحترم الجهل والجهله يا ابني. جهل مع المال مش جهل يا امي. غلط. والعلم مع الفقر مش علم. بص هقول لك كلمتين. النبي بلاش كلام المدارس ده. على فكره انت المسؤول عن كل اللي بيحصل ده. انا؟ ايوه. مسؤول عن ايه يا ابني؟ مسؤول عن تربيه افواج من العاطلين والفاشلين يا امي. انا يا ابني الله يسامحك. ايوه يا امي. بتعلموا الاخلاق في زمن ما فيهوش اخلاق، والعلم في عصر الجهل والاميه. يكون العالم زي ما يكون، بس انا عمري ما هكون غير انا. مش هبيع مبادئي ولو بكنوز الدنيا، وهفضل زي ما انا مؤمنه بالحق والخير والعلم والتعب والاجتهاد والرزق الحلال. يا امي المفروض تعلميهم لغه العصر، سوشيال ميديا، تيك توك، حاجات من دي. انت مش ابني اللي انا ربيته. انا ابني الزمن ده، سواء حبيناه ولا ما حبيناهوش، رضينا بيه ولا ما رضيناش، احنا كلنا اولاد، واللي مش هيبقى شبه زمنه هيتبرع منه ويتفضل. فهمتي؟ الحمد لله وزعته. صاحب البيت كان مصر اصرار وحريص. لا بسم الله. المعذره. المعذره يا حاج. المعذره مين حضرتك؟ يا سهام
قلت لك عايزه تربي حيوانات، نجيب اقفاص يا سهام. السلاحف اللي بتربيها دي اطلع من القوقعه، اطلع. سليم غالي متوفر الآن. ايوه، عايز اعمل ايه يعني؟ إذا كنت تريد سليم اضغط رقم 1. اهو غير متوفر الآن. اشتغل. اطلع يا سليم عشان ما مدش عليك. بابي اوعى، ده انا كنت بتضرب بره. بابي ايه يا حاج؟ فين انت وصاحب البيت ماسكني معلش يا حاج، معلش، ما هو الراجل بيستحملك بقالك كتير. المهم انا ثبته. أيوة. اطلع انت بقى بسرعه، الحق جيب لي 2 كيلو دقيق عشان اخلص الكيكه. يلا بسرعه. 200 جنيه طيب. بتوع ايه؟ قد ايه؟ الحمد لله، سلم عليه وهو هي. يلا بسرعه بسرعه يا حبيبي، يلا حاج 2 كيلو دقيق بسرعه. حاج على فكره ابنك ده بيشتغلني، بالاضافه الى انه ما بيحترمنيش وهيموتني ناقص عمر، وهموت بالضغط بسببه وبسبب قعدته دي، وانت السبب. انا؟ ايوه انت يا هانم. ليه؟ انت مش عامله لي احترام في بيتي يا هانم. انا اللي كانت كل الناس بتحترمني وتعمل لي 1000 حساب. انت؟ ايوه انا. اعوذ بالله. افتكري كده ايام زمان، ايام شبابي، لما كنت بمشي في الحاره واقول يا ارض تهدي ما عليكي قدي، والشبابيك تتحدف ودباديب تتحدف وبنحبك يا علي، واقعد امضي في اوتوجرافات وحركات لغايه ما حصلت لي الحادثه. حادثه؟ حادثه ايه؟ اتجوزتك. احمد ربنا انك لقيت حد يتجوزك. الحمد لله، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. نحمد الله. لولايا انا ما أيوة. كنتش بقيت راجل متعلم ومتحضر. اشهد لك قدام الناس كلها، اشهد لها يا جماعه، انا على ايدك اتعلمت ان الست بتتجوز علشان تدخل دنيا، والراجل بيتجوز علشان يخرج منها. انت ناسي يوم ما جيت تخطبني وانت بتبكي بدمع عينيك عشان ماما توافق. ماما؟ لا 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 لا، ما تصدقوهاش يا جماعه، الكلام ده كذب، ما حصلش. على فكره إيه؟ بقى، ايوه، هم اللي جريوا ورايا وبعتوا ناس تجري ورايا، وانا ما كنتش موافق على الجوازه دي اساسا. صح؟ فاكره ولا ناسيه يا هانم؟ فاكره ولا ناسيه؟ مش فاكره ومش عايزه افتكر. لا افتكري بقى. بقول لكم ايه، انا هوريكم يوم الخطوبه ايه اللي حصل. تعال يلا بينا. خلاص تعال افكرك واشاهدهم. المايكات كلها فاصله ولا ايه؟ ايه اليوم ده؟ انا اللي قافل المايك. معلش لا مؤاخذه يا معلم. ايوه اتكلمي معايا كده. والله شغلوا لنا المايك التاني. طيب قولي. ايه يا رب ده كده قلبي مني ليك كده. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا فندم. والنبي نورتنا. اهلا وسهلا. اتفضل يا اخويا. ربنا يخليك. ايه الدخله دي انت طيب اهو انا منفضه من شهر والله. شهر. اقعد يا اخويا اتفضل. احنا
نورنا النبي والله. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بيك. أهلاً. اهلا بيك. اهلا. فندم بس انا يعني جيت كده من غير ميعاد، انا اسف. ده انت نورتنا. ربنا يخليكي. بصي انا جاي اعرف حضرتك بنفسي. اهلا أهو. وسهلا. انا اسمي علي. ما شاء الله ما شاء الله. موظف كبير في مؤسسة كبيرة والحمد لله. جاي يعني عندي شوية أحلام نفسي أحققها وجيت ممكن أقولها لك. يا عم استنى بس، انت تاخدني في دوكا؟ قلت لي انا عايز، طب انت مش عايز تتعرف عليا؟ ألو. أنا ما عدى عليه ولا إيه؟ لا أنا اللي بقعد مش كده المفروض؟ خليه قدامي. اتفضلي معلش يا معلم، هيضربني والله الراجل في الآخر. يلا. يا عم بقى. أهو اشتغل أهو. طب ده اشتغل، خليه في إيدي. اشتغلي بقى. اتكلمي كده. اهو كلمته. ماشي الحمد لله. اعرفك بنفسي بقى. يلا. انا علي وعايزك يعني جاي طالب خدمه من حضرتك. طب مش تستنى؟ ايه؟ تاخدني في دوكا؟ ليه؟ انا علي. طب انت تعرفني؟ ما ان شاء الله نتعرف. اعرفك بيا. انا سعاد، ارمله سابقه ومستعده وجاهزه للزواج حاليا. الحمد لله. مين اللي زيك بيقولوا لي يا سوسو، فانت قول لي يا سوسو. اقول لك ايه؟ يا سوسو. لا حول ولا قوه الا بالله. طيب يا فندم انا جاي علشان يعني ممكن. انا مش هضايفك. لا يا فندم شكرا. اجيب الشربات. شكرا ربنا يخليك. طب ده انا عامله شويه محشي كرنب مفحفح كده كده كده، اجيب لك. انا اقول من ساعه ما دخلت حاسس بروايح غريب. ايه افتحوا هو يعني علشان يا اقوم افتح لك. لا خلاص بعدين. بس ممكن اقول لك انا عايز ايه يعني؟ اتفضل. بص يا فندم، انا احد امنياتي ان انا اتجوز وبعد ما اتجوز اخلف ولد واسميه سليم واطلع عينه بقى هري سليم. تصدق؟ هتصدق ان شاء الله. ان شاء الله. بعد انا وابو سليم جبنا البت ابو سهام وجبنا البت سهام. قلت له بص بقى احنا عايزين نجيب واد ونسميه سليم. بس يا خساره. ايه؟ فطس. لحظه واحده. اسكتي ده فطس ياما. دي الجوازه باظت. هات يا عم. شغال ده؟ الو. خدي عشان يفطس. فكي بقى ده. بس ربنا يخليك. حط ده ازاي؟ خلاص بقى ركبي المايك واشتغلي. يا ماما ركبيه كده، اشبكيه كده. اهو. معلش اصل انا متوضي. يا عم ماشي اوكي. قولي كده. ايوه سيب. لا تمام كده تمام. يلا. العيد من الاول بقى. لا عشان الناس مستعجله. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. فانا كنت بحكي لك ان عايزه اتجوز وانت بتجيبي لي سيره ابو سهام. خير ماله؟ بعد ما حلوه جابت جمله. جبنا البت سهام. قلت له بقى ايه احنا عايزين نجيب سليم. بعد سهام سليم. بس يا خساره. ايه؟ فطس قبل سليم ما يجي. لا حول ولا. معلش يا فندم. انت يا فندم اكيد ما بتاخديش بالك لما تيجي تقعدي والبيت ضيق فاكيد فطس من يعني. يا اخويا فطس في الشارع. فطس في الشارع؟ خير ان شاء الله خير. طب ممكن اقول لك انا عايز ايه بقى ولا ايه؟ اللي هقول لك. قولي يا فندم. انا بقى اللي هيتجوزني ده يا سعد ويا هناء. مش هيجيب حاجه خالص. وايه بقى الشقه اهو انت شايف يا اخويا من مجاميعه مفيش حاجه ناقصه. يا دوب هيجيب شنطه هدومه. ولا ايه بنت يا سعد هدومه ليه؟ مهدوم ابو سليم جوه. ايه ابو سليم مين ابو سهام؟ ما انا كنا هنخلفه بقى. ما هو فطس الراجل قبل ما يجي. ما انا عشان كده كان نفسي اجيب سليم فلساني يعني اسمه في لساني على طول. معلش ربنا يرزقك. ابو سهام بقى هدومه جوه ياما وانا شايفه كده المقاس يعني مظبوط. ماشي يا فندم. ممكن ادخل في الموضوع بقى ولا ايه؟ نعم. انت جاي تقابلني ليه؟ ما انا نفسي اقول بس انت مش مدياني فرصه. انا فرحانه بيك. ربنا يخليكي. القلوب عند بعضها. انا جاي لك في موضوع فرح. انا بصراحه يا فندم يعني جاي طالب القرب منك يعني. انا كويس سيبيني. لا ابعدي عني بقى تشيلي وانا يا ست ابعدي عني. طب انت كويس؟ انا كويس. انا ده وقت الرياضه بتاعتي. انا بحب انط قفز. انا بنط في الوقت ده. يعني الاعضاء كلها كويسه. هنعمل اسكان عليها ان شاء الله. لا حول ولا قوه الا بالله. تعال اتفضل بقى تعالى. حاجي. حاضر جاي. يابا البيت اللي ما يعلم بالله ربنا ده. ايوه يا فندم انا جاي اهو. نعم يا فندم. اجي هنا. ايوه كده جنب بعضينا وندفي بعض. تعالى
انتوا سامعينها بالمايك ده؟ كلمي كده. تعالى هنا. سامعينها؟ كلمي بقى يلا. تعالى هنا يا اخويا. هاجي هنا فين؟ انا عرفت راجل فطس ليه؟ قلت لك يا اخويا فطس في الشارع. ما هو هفطر انا ولا لسه في اول يوم؟ خلاص ما تنفسش نفسك كده. لا يا اخويا احنا عايزينك. طب بعد اذنك شويه بقى. كده كويس. كويس. ايه ده؟ اتفضل اتفضل. كنت بقول لك جاي طالب القرب منك. المهم مش عايز حركات مفاجأة تاني. ماشي خلاص قول. ماشي انا فرحانه وسعيده. اسعدي يا ستي بس بالراحة عشان لسه شباب انا مش حمل. وانا عايزه شبابك انا عايزاك. طيب يا ست الكل، المهم بقى انا جاي طالب ايد يعني الاثنين مش ايد واحده، اتنين. بص اعوذ بالله من الخبث والخبائث. هي ده ريحه الكرنب مفحفحه. خلاص يا فندم انا مصدقك والله، بس الحقيقة انا جاي طالب ايد بنت سهام يا سوسو. انا اسمي سعاد على فكره. سعاد؟ سعاد. انت جاي تخطب بنتي سهام؟ ان شاء الله. يا حزن الحزن. حزن الحزن؟ يا حزن الحزن. ايه ياما؟ جت سعاد تفرح ما لقتلهاش مطرح. ليه بس؟ يا بختك يا بت يا سهام، طلع العريس ليكي يا بت مش لامك. طيب بما انك جاي بقى تتجوز سهام من السوسو، ايوه طلبات كتير بقى. طلبات ايه؟ ما انت قلت الشقه اهي والدولاب جوه مليان هدوم وهيجي من غير حاجه خالص. لا يا حبيبي، هتتجوز سوسو ما تجيش بحاجه، هتتجوز سهام هتيجي بكل حاجه. حاجه يا معلم، حاجه انا عرفت هي كانت جايبه الحاجات دي منين. اموريني يا فندم. نعم شويه اسئله كده كل الناس بتسالها لما بيجي عريس. اموريني انا جاهز. بتشتغل ايه بقى وكده؟ لا انا شغال في مؤسسه كبيره جدا 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 بتمتد حدودها لكل حدود الدنيا الفانيه وحتى حدود الاخره. ما شاء الله ما شاء الله. تعالي جنبي طيب. بس ايوه شفت بقى انت اللي بتقول لي اهو تعالي جنبي. ايوه لا مش محبه. عشان المايك. طيب. طيب. بتشتغل ايه يعني في بتشتغل؟ لا انا شغال في مستشفى كبيره جدا. ما شاء الله ما شاء الله، شكلك كده دكتور او رئيس دكاتره. حاجه زي كده. حاجه زي كده ازاي يعني؟ أنا المسؤول الأول والأخير عن الثلاجة الكبيرة. ما شاء الله ما شاء الله، تلاجة الأكل بقى والتغذية والمشروبات والجيلي. تصدق هتصدق أي حد أعرفه يا أخويا بيعيا بروح أزوره في المستشفى مش حبا فيه، عشان بحب قوي الجيلي بتاع المستشفى ده. لا يا فندم أنا أكبر من كده، أنا مش بتاع جيلي وأكل، أنا الثلاجة الكبيرة المهمة. ما شاء الله، ده بتاعت بقى الأدوية والحقن والمراهم. مراهم؟ لا يا فندم أنا مش مسؤول عن الكلام الفاضي ده، أنا أكبر من كده وأهم من كده. ما هو بص بقى، ما هو مفيش غير تلاجة واحدة بقى ولساني ونفسيتي قايمة عليا ومش قادرة أقولها. هي يا فندم. يا لهوي يا حزن الحزن، ابعد. ليه بس في إيه؟ ابعد يا أخويا ابعد. لا حول ولا قوة إلا بالله. ده أنا لسه يا أخويا عايزة أخش دنيا، جاي أنت تطلعني. يا فندم هم السابقون أنتم اللاحقون. لا إله إلا الله. إحنا بعدكم إن شاء الله. أنت الأول يا أخويا. إن شاء الله يا فندم. أيوه بتعمل إيه بقى في البتاعة دي؟ بتاعتي إيه؟ ما أنا مش قادرة أقول البتاعة دي. تلاجة الموتى يعني؟ لا يا فندم بصي مش هنقول موتى. أنا أخش دي. مش هنقول تلاجة الجيلي. حلوة دي. أنا مدير تلاجة الجيلي يا فندم، حلو كده؟ حلو قوي. بص يا فندم أنا ببقى مسؤول عن الجيلي، يعني إيه الجيلي يجي أستلمه وأدخله في المحضر وأدخله في التلاجة في الرف بتاعه علشان أهل الجيلي اللي طالبين الأوردر لما يجوا يستلموا الجيلي أخلي العمال يخرجوا الجيلي من الرف ويوقعوا يستلموا الجيلي ياخدوه يدفنوه ياكلوه. تصدق كرهتني في الجيلي؟ ده ليه بس؟ ده انت هتبقي حاجه زي الفل والله. لا كرهتني فيه يا اخويا، مش رايحه تاني. ليه مش هاكل بس يا جيلي. فندم؟ لا ده موضوع جميل. بقول لحضرتك ايه بقى، ممكن نقرا الفاتحه عشان عندي ورديه بعد شويه. يا لهوي في سوء تفاهم يا عم. ليه يا احنا ما حاج؟ عندناش هنا جيلي وما عندناش حد ميت. طيب نقرا الفاتحه بقى، يلا نقرا الفاتحه بسرعه عشان سهام ونخطبها ان شاء الله. انت جاي تقرا الفاتحه؟ هروح بنتي وهي عايشه؟ لا يا فندم انا جاي اقرا فاتحه سهام يا فندم. خطوبه. عايز تقرا فاتحه سهام؟ ان شاء الله يا تعالى ورا بقى شويه عشان احنا بقى في بيتنا بنقرا الفاتحه هنا في الحته طب انا دي. عايز اقرا الفاتحه هنا في الهوا بس عشان ريحه المحشي وبتاع. ممكن؟ خليني ماشيه وراك كده. ايه يا فندم نقرا الفاتحه في اي حته وخلاص، بس انا بهزر. نقرا الفاتحه. بسم الله. استنى بقى. ايه؟ استنى بقى. نعم. دلوقتي كل العرسان لما بيجوا يجيبوا معاهم كاتو،
شوكولاته. انت جاي لي ايد ورا وايد قدام، انت بخيل. امشي امشي. بيجيبوا ايه يا فندم؟ كاتو. كاتو؟ اه. بص يا فندم، انا بصراحه كنت جايب شوليك لا وقرص إله إلا الله. وموز وبرتقان، بس العيال اللي قاعدين على باب البيت خطفوا مني الشنط وانا جاي، بس هجيبهم. الحمد لله يا اخويا، انت جاي القرافه. لا يا فندم، طبيعه عملي يعني. طب بص بقى نقرا الفاتحه يلا. يا عم استنى استنى. نعم. خد بقى كوكتيل اللي انت قلته ده بالعيال. طب يلا نروح هناك في الحته دي. هو احنا هنفضل رايحين جايين؟ شقه حلوه بقى، يلا يلا. اتفضل هنا كويس. جميل قوي، نقرا الفاتحه هنا بقى، يمكن ربنا يفتحها علينا. استنى، انا بقول لك خد الكوكتيل ده والعيال وروح بقى للست الوالده اقرا معاها القران كله. الله يرحمها، هي جيلي. احلى خارجه عملتها لنا. طبعا، ما دي جيلي وصايه ده. الله الله يرحمها، استريحت يا اخويا. بالمكسرات. بص بيبقى خد بقى الحاجات دي كلها وروح على ابراها بقى. لا لا، في إيه؟ الفاتحه هقراها في بلدي، ابراها الحبشي وسفر ومرمطه، انا هقرا الفاتحه هنا ودلوقتي. لا ولطيف يا سهام. يلا نقرا الفاتحه. طب بسم الله. بقول لك ايه؟ انا سوسو وورد بقى، وبحب النعنشه والفرفشه. ربنا يوفقك. حلو، بس مجنونه وبتهب مني. لا تهب على نفسك. لا يا حبيبي. لا يا ماما. بص بقى، شايف الباب اللي انت داخل منه ده؟ تحفه، بس بيزيق. داخل تتمختار لي انت. يا فندم لف كده واطلع بره. اطلع بره يجيب لك البوليس، بقول لك مجنونه. تطرديني واطلع بره. ما عندناش بنات للجواز. وهتطلبي لي البوليس. ولو طيب. قعدت دقيقه زياده هفضحك واطلب لك الاسعاف. ايوه الاسعاف، اصحابي يطلبوا لي الاسعاف. اطلع بره. هتجوز سوسو غصب عني. بعينك. هتجوز سوسو؟ بعينك. يا سوسو. اطلع بره بقى. هتجوز سهام واسيب سوسو يا سوسو. عارف لو تتجوز سوسو هجيب لك المأذون دلوقتي، لكن سهام بعينك. هو ايه ده يا ناس ده؟ ايه ده؟ انا عايزه ادلع نفسي، يجي لي واحد حنوتي يتجوز ام اختي وبنتي. ايه ده؟ يعني انا اجوز بنتي لواحد حنوتي بالذمه؟ الحمد لله، الله يرحمها كانت بتحبني قوي. ما هو كان باين. مسكت فيا، مش عايزه تسيبني بقى. عريس، ما صدقت. يلا، بس انا ما سمعتش كلامها. انا قعدت لكم قدام باب البيت، كل ما يجي عريس اقول لهم خلي بالكم ام سهام بتهب منها يطفش، خلي بالكم سهام بتهب منها يطفش. ما حدش يتقدم لك. اتقدمت انا وحصل ايه؟ اتجوزنا للاسف. بقى كده برضو. يا شيخه بهزر معاكي. طب افكري، فاكره اول خروجه بعد الخطوبه؟ مش عايزه افتكر. لا افتكري، دي كانت مميزه جدا. مش انا خدتك تراب الغفير؟ افتكرتي؟ ما هو عشان الوش ده وديتك، هوديكي فين؟ يعني هو الوش ده يروح فين غير تراب الغفير؟ يا اخويا بتفكرني ليه؟ يوه كانت ايام. اكلتك لبوت الغفير. الله الله، الحاج والحاجه بيضحكوا. يا حاج ده انا ما شفتكيش بتضحكي من ساعه الزلزال. عيب كده يا ولد. عملت هات زي يا حاج. عيب كده، هي بتضحك كل 25 سنه مره. كل 25 سنه مره. النهارده كام؟ النهارده 1 فبراير. كام؟ 2025. الله عليك يا حاج. ده يوم تعامد القمر على وشها. انا جاي لك يا حاج بفكره ولا هتقلب ما الناس. تشتغلنيش تاني. يا حاج اصبر بس. ايه؟ خدها مني. هاخد. قول. انا جاي لك بفكره هتنقلنا نقله تانيه خالص. هو الشبشب ده اللي هينقلنا في حته تانيه على فكره. ما ده اخر شبشب يا حاج انت جبتهولي. امرني يا من 7 سنين. من ساعتها. الحمد لله. خير. مش انت يا حاج بتعمل كيكه؟ انا استاذ كيك. مين ده؟ مش عارف يا حاج. خير. طب تعالى اقعد هنا. تعالى خليك هنا. يا حاج تعالى خليك. على الطرف هنا. تعالى هنا. تعالى هنا. انت هتجيب ولاد اصحابك لا يا حاج، ما احنا ساكنين على الروف بقى. هتقعد جوه؟ اقعد جوه. المهم يا حاج، ما احنا في سطح صحيح. اوضه الغسيل هنا. قلت لك اسمه الروف. اسمه الروف. يعني كده بقت حلوه. امر يا حاج. المهم يا حاج، تمام، تعالى معايا كده. تعالى معايا يا حاج. قوم يعني. ايوه. معلش اصل لسه جاي من فلاش باك. ولا يهمك. تعالى يا سامي. انا كلمت لك مين يا حاج؟ مين؟ الشيف براك.
ايوه التركي. التركي يا حاج. انت اللي كلمته؟ ايوه. وبعدين؟ قلت له بابي بيعمل كيك سويتس وحاجات كده. قرر ان هو يفتح لك برانش باسمك. هيفتح لي ايه؟ برانش فرع يا حاج. فرع. انا عارف. المهم يا حاج وبعدين؟ هيسميه ايه بقى؟ ايه؟ انت اسمك ايه؟ علي. وهو اسمه ايه؟ براق. هيسميه الاك. ايه يا حاج في ايه؟ بحاول افهم الترجمه. يا علي بالتركي. قول بقى الاسم. الاك. لاك علي يعني ده اسمي بالتركي. بالظبط يا حاج. بس الموضوع ده كله بقى يا حاج مش هيخلص غير ب 200 جنيه عشان الحق الشيف براق. سامي انت عايز ايه من الحاج؟ عايز اتجوز. لا ده مش ده يا عايز تتجوز؟ اتجوز 7. هو انت مش 7؟ هو انت مش شايف نتيجة واحدة عاملة فيا ايه؟ عايز 7؟ معلش يا حاج لسه صغير. ما ملكت ايمانهم بقى. ما ملكت ايمانهم. شغال. انت هرجعك ايام الكفار يا ابني. بس يا سامي مش ده اللي اتفقنا. قلت لك تقول للحاج ان احنا عايزين 200 جنيه. 200 جنيه بس بقى انت ما تقصش الواد. مش كفايه انت بايظ خلقه يا حاج. طب 50 يا جنيه ابني. انت ايش يلا بره. مفيش ميتينات. انت بتشتغلني ربع جنيه. طب مفيش ولا ربع جنيه. بص ليه يا حاج؟ لما نعمل البرانش البرانش واول اوردر اخده هديك 200 جنيه. ايه يا حاج ده؟ شيك هاند. شيك دلوقتي الانجليش طلع. لا ده القديم. بابي يو ار سو لارج. الحمد لله. روح بقى خد. مين اللي واقف بره ده؟ مين ده؟ مش ده الواد عبد الغني؟ قلت لك ما يجيش واصحابك الصيع ما يجوش هنا. ده سطح محترم. روف محترم يا حاج بالله ده عليك. روف محترم. طب 50 جنيه ده. ما فيش 50 جنيه. خد علي وعبد الغني واطلع اهو جاي اهو. عبد الغني. يا عبد الغني خد. ابنك بيشتغلني كل الفيلم ده عشان ياخد 200 جنيه. عايز اديله يا 200 اخويا. جنيه. ما هو ابنك برضه. الحمام من هنا. الحمام من هنا. فاهم كده؟ روح. برافو عليك. بس ايه بعد ما تخلص عشان ابنك هيشلني وجايب لي اصحابه وولاد صحابه ولازم سطح بقى. سطح روح. يعني فرقت روف ما بقاش حد يدخل ولا عشان عيال شكلها حلو بقى روف؟ ماشي. المهم ابنك ده هيموتني وهيشلني. بص يا سعاد انا في موضوع سر كنت شايله طول عمري وجيت اللحظه المناسبه ان اقوله لك. خير. احنا اتجوزنا ليه يا سعاد؟ مالك يا علي؟ انت كويس؟ انا كويس يا سعاد بس بسال نفسي ايه اللي يعني خلاني اتص في دماغي واتجوزك. انا مش عارف. انا تعبت يا سعاد. وبعدين انت عارفه الجواز ده عامل زي ايه؟ ايه؟ التلاجة. التلاجة تاني؟ يا سعاد التلاجة بتحتفظ بالاجساد طريه لكن الروح المشاعر الاحاسيس اللهب الحراره فين الواد ده بيعمل ايه في البيت؟ البيت ده فيه عفاريت ولا انا مسكول ولا حكايتكم ايه؟ انت مأجره البيت من ورايا. انت مأجره البيت وبتشتغليني. هدخل الاقي حد قاعد لي بعد كده لابس جلابيتي وقاعد في ايه يا سهام؟ هو انت وعيالك؟ لا حول ولا قوه الا بالله. بص يا سعاد يا سهام جننتوني. الله يرحمها امك. الجواز بيحتفظ بالاجساد طريه بس الروح فين المشاعر والاحاسيس واللهفه والنار في ايه؟ ريحه شياط. مش شم حاجه. يشم ايه؟ الكيكه اتحرقت يا رغايه انت وعيالك والمرحوم امك. بروح اشوف الكيكه. سهام افتح التلفزيون في خبر مهم. افتح التلفزيون ارجع بقى للتلفزيون تاني. انا ورايا غيره. أيها السادة المواطنون والسيدات المواطنات في كل مكان أسعد الله أوقاتكم بكل خير. جاءنا الآن ما يلي. استر يا رب. قام رجل أعمال معروف سعيد الغراب بافتتاح أحد مشاريعه الضخمة في سعيد الغراب. الاسم ده مش غريب عليا. وقد قال في كلمته أنه سوف يستمر في افتتاح هذه المشاريع داخل الوطن وخارجه. بعد اذنك لو سمحت. تحت امرك حاجه. اتفضلي امورين. انت قلتي سعيد الغراب؟ ايوه. بقى راجل اعمال كبير؟ ايوه. انا ممكن اصدق اي حاجه في الدنيا الا كده. سعيد الغراب راجل اعمال؟ ماله انت تعرفيه؟
ايوه اعرفه، ابوه كان شاويش في السجن. لا 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 لا، ابوه كان مدير عام السجون، يبقى هو والتلمذ على يد اكبر الاساتذه في العالم. التلمذ على ايدي في المدرسه وانا كنت مدرسته. انت بتقولي ايه يا حاجه؟ يا علي تعال اسمع الست دي بتقول ايه. عايزه ايه يا سهام؟ عايزه ايه؟ بوظت الكيكه. نعم بقول لك تعالى بسرعه. اهو جيت بسرعه. نعم خير. فاكر الواد سعيد الغراب اللي كان تلميذ عندي في المدرسه؟ ياه الواد الرخم ده انت آه. كنت بتشتكي منه مر الشكوى. ماله؟ ايه اللي فكرك بيه؟ بقى راجل اعمال يا علي. يا شيخه تلاقي تشابه اسماء. ده ما كانش بيرفع ايده في الفصل الا عشان يدخل الحمام، مؤدب. وما كانش بيفتح بقه الا وهو بيتاوب. مهذب يا سعاد. وبعدين يا سعاد، يا سعاد تلاقيه نسي كل الايام دي. نسي؟ ايوه. لا ما اعتقدش. لا نسي يا سعاد، نسي، وخصوصا الشاويش سعاد. بتتريق عليا يا علي؟ ما بتريقش يا سعاد، مش الطلبه كانوا مسمينك كده الشاويش سهام؟ عشان كنت جد مع الولاد وقويه عشان يتعلموا العلم والاخلاق والادب. عارف يا سهام. وكنت بغضب على المتكاسلين والمهملين والغشاشين والكذابين. خلاص انت هتفرج علينا بالعباره. ما خلاص يا سامي زعلي ليه؟ في ايه صوتكم عالي ليه؟ ايه ده؟ معلش يا حاج، في ايه يا حاج؟ لا لا لا، ايه يا حاج اهدى. انت عملت فيه ايه؟ امك بتعلي صوتها عليا يا ابني على اخر العمر. معلش يا حاج. امك المعلمه المحترمه في اخر عمري بتعلي صوتها كل. حقك عليا. انا عارف يا ابني ان انت اللي هتشيلني معلش يا حاج. وهتقف جنبي. معلش يا حاج. امك بتزعق لي وكل ده ليه؟ ليه بقى؟ ليه؟ عشان حته عيل من التلاميذ بتوعها بقى راجل اعمال كبير يا ابني. رجل اعمال؟ اه. انت عارفه ده معناه ايه؟ ايه؟ من علمني حرفا صرت له عبدا. انت بتقول ايه؟ انت علمتي الحروف كلها يا حاج. نعم يا ابني. اطلبي منه دلوقتي حالة شغلانه ليا. انت حماسك ده مخوفني. يا حاج انت ناسي ان انا عاطل وانا على المعاش. والحاج بقاله كتير على المعاش. نفسي انزل ده على المعاش بقى يا واد. معلش يا حاج. ما يلا يا سهام، يلا بينا نطلع نشوف شغلانه للواد. بالظبط. ليه بقى؟ عشان كل ما الواسطه تكون كبيره الشغلانه هتبقى كبيره. وكاشات بقى. كاشات. يلا بينا بقى يا سهام بقى نروح نقابل رجل الغراب الاعمال. يلا. ليه؟ ليه؟ بقول لك عايزين نقول. شغل يا سهام. هو احنا بنغني؟ يا حاج بالله عليك شوفها. يا بالله سهام. اقنعها يا حاج. ما اقدرش اطلب حاجه من حد ايا كان. لا. يصعب عليا نفسي. حاج نعم. يا تطلقها يا تجيب لي الشغل، اعمل اي حاجه. لا اطلقها اسهل. لا انا اصبر. بهزر. ها اتفضل. بص يا سهام، تعالى. ما انا جاي. بص يا سهام، بصي كده عشان الناس تشوفك وتستمتع بالضحكه. استغفر الله العظيم يا رب. انا ما اعرفش انت. ما انا إزاي. بقالي سنه في وحاربت الشركة دي. مع سوسو عشان انا بقالي سنه بشوف المنظر ده، لازم الناس تشوفه شويه. معلش. اصبر. وريهم الضحكه. بص يا سام، ها. احنا هنلبس هدومنا ونتشيك ونطلع على البيت بتاع راجل الاعمال سعيد الغراب ده. هو اسمه غراب؟ حظك ماشي يا سيدي. اي حاجه. هنروح للغراب ده، هنخبط على الباب. ايه اللي هيحصل؟ افتحوا لنا. ايوه هيشوفونا. ايوه. هيطردونا. إيه يا حاج؟ دخلونا يستقبلونا، خصوصا لما يعرفوا ان الاستاذه الكبيره سهام معلمه سعيد بالغراب هي اللي جت. وهنا تا اللحظه التاريخيه، اللقاء التاريخي ما بين الاستاذه سهام. انا فاكر امك على طول ليه كل شويه اقول سعاد معلش. الشبه. يا حاج ركز. انا اللي جالي شيخوخه مبكره على ايدي. وساعتها بقى لقاء تاريخي بين المدرسة وتلميذها، وساعتها ندخل التاريخ بقى. انا شايف بقى ان احنا نروح لرجل الاعمال. ايوه يلا بينا. يلا يا حاج. نلبس. يلا يا حاج. هنعمل ايه؟ هنروح بقى لرجل الاعمال نطلب لا، شغلانه. نعمل ايه دلوقتي؟ هنغير هدومنا ونعمل ايه؟ وايه؟ إيه؟ ونلبس. يا حاج. يلا بس يلا. قبل ما نلبس ناكل الكيكه اللي انا عاملها. استنى. طلعها طيب ونبقى نحتفل بيها لما نرجع. خلاص حاجه جميله، هنخلي الكيكه لما نرجع. يلا. ايه رايكم ناخد الواد سامي معانا؟ الواد يا سامي. يا سامي. يلا يا سامي. سامي مش هتيجي معانا الرحله دي يا سامي؟ هو تقريبا مش فاضي في الحمام يا حاج. خلاص سيبك منه ونطلع احنا الطلعه دي من غيره. يلا بينا. يلا بينا. لا اهو طلع من الحمام. سامي. قول يا سامي. ماما ايه؟ عايز انت كمان اتجوز. يا اختي. اتجوز 7.
انا لبست وجهزت عشان الزياره وقاعدين مستنيين العيالي. تعالي يا تعالي يا ماما، تعالي يا سهام، خلينا نروح نقابل راجل الاعمال يا سهام. بص يا سهام، احنا رايحين نشوف وظيفه للواد، تتصوري وتعملي فلاتر بقى؟ لا كده احنا مش رايحين نخطب لك، احنا رايحين نشوف شغلانه للواد. شوف امك عامله ايه؟ ايه ده؟ امك قلت لها ما تعملش فلاتر اللي بتعملها في سناب شات دي، عامله لي فلتر ومغيره لي ايه يا سهام؟ سهام احنا رايحين شغل. التلميذ ده الغراب ده لما يشوفك بالمنظر ده هيقول عليا ايه؟ ها؟ تلميذته اقول له تلميذتك ايه؟ يا حاج ايه؟ يعني انت يرضيك الفلاتر دي؟ ده شيء يرضيك؟ ايه ده؟ سمعيني صوتك. ايه ده؟ وكمان بتغيري صوتك ما شاء الله، الفلتر يجنن. ارجعي بقى لشكلك، يلا شيلي الفلتر، اعملي نان فلتر. حاج شيل. نعم. ما تكترش في الكلمه تتضحك. خليها تشيل الفلتر. عايزين نمشي. حاج نعم اهو. ايه ده؟ لحظة واحدة. أنا غلطان إني بسمع كلامك. بتقول لي نشتري أونلاين، نشتري الحاجة شكلها حلو أونلاين، تيجي البيت تبقى بالشكل ده. حاج انت اللي دوست انت. لا ننزل وسط البلد نشتري بنفسنا بعد كده. خلصانة يا حاج. خلاص؟ خلصان. بعد كده مش هسمع كلامك يا. أنا آسف يا هانم. ايه ده؟ فلتر ايه وسهام مين؟ لا ده انتوا مين اصلا؟ جايين منين؟ وعايزين ايه؟ طب نرد بقى. احنا جايين احنا جايين. دي الاستاذه سهام مدرسه سعيد بالغراب اللي هو مديرك، وجايين علشان خاطر نقابله يعني. اهلا وسهلا يا فندم. ممكن ايه بقى تدخلينا ولا نعمل ممكن ايه؟ بطاقتك؟ لا داد doesn't goes ID. داد بطاقة حضرتك بعد اذنك. ما هو قال لك الحمد ده ايه؟ داد doesn't goes ID. اهو اتجوز دي. يا حاج بقى يا حاج، يعني خلفت مهندس قد الدنيا اتعلم لك لغه. مش انت بتقول بقى ده اتجوز دي؟ خلاص انت لبست بقى معلش يا حاج متاسفين. انت عايزه ايه يا هانم؟ حضرتك اللي عايز ايه؟ انا موظف كبير في الدوله يا هانم. حضرتك تشتغل ايه؟ موظف كبير على المعاش. موظف كبير على المعاش. انت مش مصدقاني صح؟ بعد اذنك. عايزه اثبات يا ريت شخصيه بطاقة. يعني. ما فيش اسمها الرقم القومي، تعلموا بقى. حاضر نتعلم. صح يا حاج. حقيقة يا إذنك بقى فندم ممكن انا نسيت الرقم القومي بتاعي في الطياره لما كنت في اخر رحله ليا في بولاق دكرور. يعني مش هطول عليكي الحكايه كلها. انا معايا ما يثبت اني راجل موظف كبير في الدوله. كبير يا حاج. لحظه ايه واحده. بقى هو اللي يثبت؟ لا ما انا لازم افرضي وقفت في لجنه. مثلا. انا موظف دوله كبير يا هانم ومحترم. تمام. خلاص يا ممكن حاج. أسأل الموضوع والله فهم. ممكن تقول لك مضروبه. ممكن تقول لك كنت جيت لوحدي انا المشوار ده والله. ممكن اسال موضوع الزياره بعد اذنك؟ موضوع الزياره. موضوع الزياره هو يا جماعه انتوا بتتوتروا ايه موضوع الزياره؟ خلاص عرفتي ايه يا فندم؟ عرفت موضوع الزياره؟ هي ما قالتش حاجه اصلا. صحيح هي ما قالتش حاجه، لكن انا بقالي كتير في الشغلانه دي واتعلمت حاجات كتير قوي. اتعلمتي ايه يا فندم؟ اقرا واشوف. اقرا اللي في نفوس الزوار اللي بيقفوا على ابواب المسؤولين الكبار، واشوف اللي ورا العيون، واعرف اللي عايزينه. واحنا عايزين ايه؟ عايزين وظيفه للشاب ده طبعا. الله اكبر. مقضيه على فكره هو ده اللي جايب لنا ايه رايك؟ انت اوتفيت رائع. ده اهم حاجه عندي. لا بص البتاع ده كمان ايه ده؟ عشان البرد. يا حاج كنت احط جرنات. طيب لا هو الثلاث طبقات دول بيعملوا شغل. ماشي يا حاج. طيب نستأذنك بقى تدخلينا سعيد بالغراب. للاسف سعيد بيه مش موجود، سافر من اسبوعين ولسه ما رجعش. قلبي كان حاسس. يلا بينا. يلا انت على طول قطر كده يا حاج. عيب امك يا الادب. انا اسف. اوعى انا بس لو القطر. يلا على البيت. انت ما سمعتش. بصي يا سهام، دي حركات بتعملها عشان توزعنا. اصبري ده الكلام انا ناصح انت. ايوه بصي انا هخلص لكم الموضوع. الاوتفيت مظبوط؟ الاوتفيت رائع. شفت الجزمه؟ تحفه. ده ايه دي يا حاج؟ نص دي؟ مش دي اللي كانت في من 7 سنين؟ اوعى بقى انت رغاي قوي. جزمه الجواز. بصي يا هانم، اتفضل. انا عايز اكلم حضرتك في موضوع صغير. يعني احنا يعني بابتسامتك الجميله دي ما شاء الله وضحكتك الحلوه، وانت يعني زي اختي الكبيره. اختك الكبيره؟ يعني بنت الكبيره يا فندم، بنت الكبيره وعايزك تخدمينا. وان شاء الله اول ما هتيجي عندي الشغل في الثلاجه. ثلاجة؟ لا يا حاج. لا استنى، ثلاجة ايه؟ بالله عليك. ثلاجة ايه؟ اصبر ايه يا حاج؟ اتفرج عليها في الرف دي. اتفرج عليها في الرف دي. ايه؟ والله معلش بابا شغال في العربي بيبيع ثلاجة. انا مدير مبيعات بظبط لكم الدنيا. ينفع. انا غلطان.
شفتوا التلاجة عملت شغل ازاي؟ الله اكبر. شفتوا؟ طيب ندخل بقى. اتفضلي يا سهام هانم، اتفضلي اتفضلي نروح لسعيد بيه. اتفضلي يا علي. تعالى يا حيوان. هو انا مش ابوك يالا؟ ورا. اتفضلي اتفضلي يا سهام هانم، اتفضلي. في ست كبيره عايزه تقابل حضرتك. ست كبيرة؟ اه. اسمها ايه؟ بتقول ان هي اسمها سهام، وبتقول ان هي مدرسه حضرتك. استاذة سهام 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 سهام. ياه، دخلها لنا. ادخلهم حضرتك؟ دخليهم. اه. معاها حد؟ معاها جوزها وابنها حضرتك. دخلهم. بقول لك ايه، ما تدخلهمش. لما انا اقول تدخلهم ايه يبقى خش. تمام. يعني اقدم لهم شاي، عصير، اي حاجه يعني. تمام. بس ما ادخلهمش قبل ما انا ايه اقول. يلا اتكل على الله. سعيد قول لي بقى ان انت جبت لي الساعه الرولكس اللي انا طلبتها منك. يا باي على اليوم اللي مش فايت. طب بقول لك ايه، وانا داخله لقيت ناس ياي شكلهم بيئه خالص. مين الناس دول يا سعيد؟ مدرستي يا ستي. ست معقده ومريضه بمرض خطير كده، يا رب تكون خفت منه. بتقول ايه؟ مريضه وهنا في بيتي يا سعيد؟ ده ليده، هاتي المطهرات ونضفي الفيلا حالا. سعيد الست دي لازم تمشي فورا. ما تخافيش، دي مش مريضه بمرض معدي، دي مريضه بمرض الاخلاق لحد الاختناق. فهمت. طب بقول لك ايه، بالوصف اللي انت بتقوله لي ده شكلها كده من النوع بتوع الناس بتوع زمان، نقول عليهم دقه قديمه. ايوه دقه قديمه. سعيد والنبي يا سعيد دخلها بسرعه، خليني اتفرج عليها واضحك شويه. انا مش عارف هي جايه ليه. هتكون جايه ليه؟ يا عاوزه فلوس يا عاوزه خدمه. وبعدين ما تنساش انت بقيت رجل اعمال كبير، اكيد جايه تطلب ودك. ودنك يا سعيد البس المايك يا سعيد. ودك تقصدي ودك. انت عارفه يا فوفتي. بص يا فوفتي، الست دي انا لازم انتقم منها على كل اللي عملته فيا. هي دايما اول ما تشوفني وتضربني. يا سعيد انت لسه فاكر؟ انسى بقى يا حبيبي. بقول لك ايه، الست دي اكيد جايه تفتخر بيك. طبعا تفتخر برجل الاعمال الكبير اللي تلمذ على ايدين مدرسته العظيمه. تفتكري؟ دي كانت دايما تشوفني وتقول لي انت التلميذ الكسول. طب بذمتك ده تلميذ كسول؟ طب بذمتكم ده تلميذ كسول؟ صنع ايديا وحياة عيني. دخلي الاستاذه سهام. تحت امر حضرتك. اتفضلي يا سهام هانم، اتفضلي. متشكرين يا فلتر. الفلاتر دي غريبه. الله يسلمك. اتفضلي يا سهام هانم، اتفضلي. لحظه واحده، ده انا هشرفك. ايه يا حاج؟ لحظه واحده، انا جاي النهارده اشرفك. ايه ده؟ لحظه واحده. انت جاي من المعبد اليهودي؟ ايه اللي انت جاي بيه ده يا حاج؟ مين؟ احنا مين؟ احنا يا ابني. ايوه انت الاستاذه سهام صح؟ انت استاذه سهام، شكلك كده الاستاذه سهام. ايه طب ايه يا جماعه؟ ايه؟ اتفضل. انا اتفضل. حاضر. عايز ايه؟ اتفضل. نعم. اتفضل تعدلي المايك كمان. انا بعدلك الجرافات. الله يخليك. ربنا يكرمك. اتفضل. احنا اتفضلنا يا ابني. اتفضل يا افرش على الارض. لا سعيد بيه، معلش سلم عليك. معلش الولد ده جاي اصلا عليك. علشان يسلم عليك. اسمح لنا لحظه واحده. سلم عشان هصوره صوره سيلفي يا استاذ دكتور معالي مستشار سعيد بيه، لو سمحت. سلم على عمك سعيد بيه الغراب يا ولد. يا عمي روح بقى سيب لي حقي يا عمي. اشتقت اليك. سيبه بالراحه عليه بالراحه. سعيد انت كويس؟ تعالى هنا. انت كويس يا سعيد؟ عمود الفقري يا فقري. والله العظيم بحبك.
ده انا معلق صورتك في البيت عندي. ظهرك. احنا عايزين نشتغل، هتموته قبل الشغل؟ اصبر بعد ما نشتغل، اصبر. معلش يا استاذ، يا بيه، يا دكتور، يا مولانا، احنا اسفين لسعادتك، احنا اسفين، بس احنا هو بس الولد بيحب الناس فحماسي شويه، احنا اسفين، ما تزعلش منه. خد ايدي اضربيه، قصدي حطيه هنا. سلم على مرات عمك سعيد بيه الغراب يا ولا. مرات عمي. الحق يا سعيد. تعالى هنا، رايح فين؟ تعالى مكانك هنا. مع العيله دي معقده، مش اوبن مايندد. احنا اسفين حضرتك، احنا اسفين. هو الشباب يعني بقى معلش يعني. احنا وبعدين اسفين. يعني انتوا جايين كده من احم ولا دستور؟ من احم، يعني انتوا مش عارفين ان انا مشغولتي قد ايه؟ احنا اسفين يا انا ما فندم. عنديش وقت يا ابني. ربنا يديك أنا مش الصحة، فاضي. ربنا يقويك. احنا هحاول اخلص حاجاتي وانا بشوفكم، يعني اخلص بس اللي ورايا. يا سيدي احنا مش غرب. أخلص خلص وبشوفكم. خلص، واحنا قاعدين ما وراناش حاجه، اقعد افرش يا ولد. افرش، احنا مش لا انت حسيس قوي قوي قوي. البيت بيتنا يعني البيت بيتنا وانت ابننا واحنا قاعدين. يا ابني اكيد مش فاضي. انا مش ما عنديش وقت اهرش، ما عنديش وقت اهرش. اهرش لك انا يا عمي. مش وقت اهرش. اهرش لك انا. اهرش لك انا يا عمي. حلو كده؟ لا 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 تاني بقى تحت. هو قلب قرد لا كده. لا لا كتير كتير. انزل عند العصا. ماشي. الله يا سلام يا سلام. اطلع شويه فوق. ايوه انت كده وصلت. الله يا سلام. شغلني معاك اي حاجه والنبي. يا سلام. اي حاجه. وهشغلك ايه عينيا ان شاء الله. انا مهندس AI يا عمي. ايوه وبعدين AI. طب مش تديني السي في؟ ما انا ما جبتوش معايا المره دي، انا اسف يا عم. ما جبتوش كمان معاك؟ انا اسف. انتوا الشباب كده دايما. اعتبر انه كانه هو ده السي في حضرتك انت جبته انت يعني؟ ماشي يا عم. ايه كل ده؟ الحروف اللي في النص راحت فين؟ وقعت في السكه؟ شفت انت جاي؟ ايه BCF معروفه يعني. معلش معروفه غلط. يعني. لا يا بس حبيبي. ما تعصبونيش. معلش يا هو باشا، التعليم باظ من شويه. تعليم حكومة. التعليم باظ من شويه. تعليم بلاش يا حكومه. حاج بلاش. احنا اسفلنا، احنا طب اسفلنا. شغلني حتى هرشت رسم عليك اي حاجه. يا ما شاء الله يا ما شاء الله. طبعا هيبقى ايه يعني الراجل المحترم ده؟ هيكون ايه ابن الست المحترمه دي؟ اقعدي يا سام، اقعدي يا سام، ايه الكلام اللي بيقوله ده؟ اقعدي يا سام، سيبك من الكلام ده. احنا ممكن نشرب حاجه بس عشان ريقي نشف لو سمحتوا، لو سمحتوا. بقول لك ايه يا فوفتش، يعني الناس دي مش هنضيفهم، نجيب لهم شاي قهوه يشربوا حاجه. ريح نفسك، رفضوا يشربوا اي حاجه. لا انا عايز فرنش كوفي لو وانا سمحت. عايز اشرب حاجه يا حاج. هجيب لك عصير قصب لو سمحتوا بسرعه عشان مستعجل. كده ده بيتأمر. احنا بنهزر يا فندم. ما تضغطيش عليا وما تضغطيش على دول ضيوف الاعزاء يعني، سيبيهم يعني، ما تضغطيش عليهم. يا سيدي. يا جماعه اقعدوا بس. حاضر اقعدوا حاضر حاضر. بقول لك ايه يا سهام، ايه الست مرات الغراب دي انا بشبه عليها. طب ما تفتكر يا حاج يمكن تبقى هي دي. هكون شفتها فين؟ مش فاكر، ما انا بحاول افتكري معايا. شكلها مش الرجل دي مش غريبه عليا، انا شفتها قبل كده. ما انا نسيت فين اعرفها يا ربي؟ يا جماعه، انا نسيت اعرفها. الاستاذه فوفا، قصدي الاستاذه عفاف، تبقى جارتك يا مدام سلام. اكيد فاكراها يعني. ايوه افتكرتها، انا افتكرتها، انا فكرني كده طيب. الحاج افتكر. فاكره يا سيدي، فاكره الشاويش اللي كان عندنا في النقطه في الحته. الشاويش ابو رجل قد كده، مش بقول لك الرجل دي مش غريبه عليا، كانت راسه 48، كان يمشي في الحاره البيت والعيال. يا حاج انت بتقول يا جدع انت نعم. لا بقول لك ايه، شوف انت واقف فين وبتتكلم مع مين. الشاويش قال. شفت جري يا سعيد، مالك يا اخويا؟ واكل سد لحنك ولا ايه؟ ما ترد على ضيفك. ايه يا استاذ؟ اسكت يا عفاف يا بنت سلطح بابا وعيلة النشاشلي كلها. والله العظيم لا اروح فيك في داهيه في ستين. والله ايه؟ خلاص اقلب ام روتانا سينما ولا كلاسيك. لا اقلب. نعم يا فندم. سعيد، انا افتكرت مشوار مهم قوي، جلسة المساج بتاعتي. يلا اتكلي والله. هسيبك انا بقى مع ضيوفك. يا فندم عندك ايه يا فندم؟ جلسة مساج. يا فندم المحاكم قافله دلوقتي، جلسه ايه دلوقتي؟ اصبري، انا عندي محامي ممكن يخلص لك اي. قولي لي بس ايه القضيه؟ ها؟ ايه القضيه؟ الحق يا سعيد، ده طلع حافظ مش فاهم. ايه القضيه؟ قضية خلع. ايه ده؟ مبروك والله العظيم، مبروك والله مبروك. لا كده كتير كده كتير. سعيد هتعملي ايه؟ مون ديو،
دول ناس بيها قوي. باي يا سعيد، باي. هتخلع مونديو ازاي؟ ايه ده؟ وبعدين النهارده السبت مش نقعد بقى، نقعد عشان نرتاح ونشوف الموضوع ده. اتفضل يا سعيد من بيت بيتك. تعالى يا سالم. اسمي سليم يا عم. سليم؟ انت سليم اهو يا ابني 100%. الله، انا عضل وبتاع وزي الفل، زي كده بالظبط. انا سليم يا عم. بص زيك بالظبط اهو، بالظبط. انا سليم. بالظبط. انت يا عمي انا ابن سليم؟ الاستاذه سهام. اسمي سليم. قلت لي. معلش انا عارف انت شايل احمال، معلش. استاذه سهام. قصدك سهام. افتكرتها استاذه سهام. ايوه ايوه يعني. على فكره مامتك ست عظيمه جدا، بس غريبه الاطوار. بس طيبه يا عمي والله العظيم. بص لي يا سالم، انا قدامك اهو نموذج للتقدم والنجاح والمنطق. لازم تكون زيي. انا معجب بيك يا عمي، الله يخليك. لانك انسان واقعي ومنطقي. فعلا انت بابا 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 بابا. ايه يا حبيبي تعال. ما شاء الله. عايز فلوس. فلوس ليه يا حبيبي؟ عشان انا خارج مع اصحابي بمناسبة عيد ميلادي. عايز كام؟ عايز 5000 جنيه عشان اعزمهم. ايه 5000 جنيه؟ ليه؟ ده هم اللي المفروض يعزموك، مش انت اللي تعزمهم. ويرضيك حد يعزم ابن السعيد بيه؟ لا ما يرضنيش. هات بقى. روح لامك وخدهم، بس ما تتاخرش. حاضر، قبل الفجر هكون هنا. برافو يا حبيبي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. استاذ عبد الله، ممكن تاخدني معاك عيد الميلاد؟ لا. ليه؟ ممنوع اصطحاب اطفال. ممنوع اصحاب اطفال؟ عبد الله ممكن اجي معاكم؟ امشي يلا. ايه ده؟ بلطجي زي الطاقية. الطاقية؟ طيب ايه الطاقية لو سمحت؟ احنا اتقلبنا يا حاج. انا مش جاي اتقلب يا غراب هنا، ده خد الطاقية وطق. هات. هات. اعمل فيه اللي ما ما بدأ. تجيب يا عبد الله. شكرا يا عبد الله. اهو شكرا يا عبد. ايه ده؟ شكرا يا عبد الله. شاكرين. ايه البيت العيله الغريبه دي من عيله؟ معلش يا حاج، معلش اهو كله بسببك. والله لو كان خدها كنا نجيب طاقية ما تقلقش. لا وما اخد برد انا. معلش يا حاج بقى، ما انت ليه فاتح فوق؟ معلش. تعالى يا سليم يا عم. سليم كله برتقال. شفت المدن الحديثه؟ شفتها يا عم. المدن الحديثه دي كلها غابات، غابات مليانه وحوش مفترسه، وكلهم اعداء. بس فيها اهلنا واصحابنا. اهلنا اصحابنا. يا ابني اهلنا واصحابنا دول مع بعض في هدنه تطول او تقصر. كلنا ماشيين في بحر الحياه، وكل واحد ماشي بسفينته لوحده، بيجري لوحده. وانا في سفينتي في وقت الصح ما بتشيلش غير 3 اشخاص، انا ومراتي وابني. بس في وقت العاصفه ما بتشيلش غير شخص واحد بس، هو انا وبس. ده اللي لازم تتعلمه وتبقى فاهمه كويس قوي. انا معجب بيك يا عمي، لانك انسان واقعي ومنطقي. انت بتجيب الافكار الرائعه دي منين يا عم؟ من سوق الحياه، من سوق الدنيا اللي كل حاجه بتباع وتشترى بيها بالفلوس، والحياه مكلفه جدا وما يقدرش عليها غير القوي والغني وبس. مش مصدقه نفسي يا سعيد، اتغيرت جدا. شيء طبيعي انت تغير. برافو عليك، وصلت بنجاحي وعرقي ومجهودي. معلمتك اتعلمت مني ايه يا سعيد؟ اتعلمت منك كل حاجه مفيده الا افكارك الغريبه والعجيبه. يبقى ما خدتش مني حاجه. فاكره لما قلت لنا ايام الفصل زمان عشان تنجح يجب ان توظف احسن ما لديك؟ فاكره. انا بقى فتشت جوه ما لقيتش اي حاجه مفيده، فغيرت على كلامك شويه. حسب علمي انا وفهمي انا، لكي تنجح يجب ان توظف اسوأ ما فيك. اعوذ بالله، انت بتقول ايه؟ دي الحقيقه. ما تصدقش الكلام ده يا سليم. بالعكس،
ده كلام منطقي ونتيجته باينه وواضحه. ايه ده؟ هما ضيوفك لسه مشرفين؟ خلاص ماشيين يلا احنا يلا خلاص يلا ماشيين يا هانم، بس سعيد بيه بس يعرف احنا جينا ليه الاول. يعني هيكون ليه؟ اكيد عايز مساعده، زي كتير ما ناس بتعدي في مكتبي تبقى عايزه مساعده. اجابه غلط زي عادتك. عارفه يا فوفتي، الاستاذه سهام تنفع ليه؟ نشغلها كده اي حاجه، تبقى مدرسه خصوصي للعيال مثلا. ايه؟ ليه؟ مستغنين عن ولادنا ولا ايه؟ لا يا سعيد ما تنفعش. ثم انت ناسي الكلام اللي قلته لي عنها قبل كده ولا ايه؟ احنا مش جايين عشان كده الحقيقه يا ست هانم، انت وسعيد بيه الغراب مش جايين عشان كده. طبعا، يبقى انتوا اكيد جايين عايزين وظيفه محترمه لابنكم المحترم، والشهاده لله الولد عاجبني جدا، بس مشكلته الوحيده ان شبه امه. شهاده اعتز بيها يا عمي. ولد ما اعرفش، اكيد دي حاجه حلوه، اكيد حاجه حلوه يعني. أكيد للاسف يا ابني انا ما اقدرش اساعدك في حاجه. طب شغلني معاك اي حاجه. انت عارف يا ابني احوال البلد والظروف الاقتصاديه المهببه والفيضانات والزلازل اللي بتضرب كل انحاء العالم، مش فاضي. انت عدي عليا وقت تاني، بص عدي عليا وقت تاني. انت عارف انا جيت لك ليه؟ انا مديون لك بحروف وكلمات علمتها زمان ايام المدرسه. الحاجات دي اللي انت علمتها لي دي انا ممكن ادفعها لك دلوقتي بالفوائد والارباح كمان. للاسف كنتش لاقي، بس اهو يلا. انت مش مديون لي بحاجه عشان انت ما اتعلمتش مني اي حاجه، لكن انا اللي مديونه لك وبشيء مهم، وعشان كده جيت لك النهارده. سامعه يا فوفتشي؟ سامعه. سهام بتقول ايه؟ سامعه. فاكر بتقول لك فاكر مديون لي، بتقول ثواني بس، بتقول لك ايه؟ بتقول مديونه لي بشيء مهم. هي مديونه لي بيه بقى. فاكر مره في الفصل قلت لك ايه؟ قلت حاجات كتير قوي كده، فكريني. افكار كتير مش صح فاكر. بس كان في جمله واحده المفروض ما كنتش تنساها ابدا. انت قلت حاجات كتير مش فاكر الحقيقه. قلت لك انك مش هتنجح ابدا وعمرك ما هتبقى حاجه، ولو حصلت المعجزه وبقيت حاجه قول عليا ان انا ما بفهمش. نسيت؟ ماما بتقولي ايه؟ يا عم سيبها، هي بترطش اي كلام بتقوله وخلاص. وانا جيت لك اهو بعد ما انت نجحت عشان تنفذ اللي قلت لك عليه زمان. اسف ما اقدرش. دم نفذ يا ولد. سهام ده مش تلميذ عندك في المدرسه دلوقتي. لا 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 كده كتير، انا ما اسمحش بكده يحصل في بيتي ابدا. بقول لك ايه، ريحي دماغك، هي بتقول اي كلام وخلاص. دي اعراض شيخوخه متاخره او مبكره، ايه اللي انت عاوزاه. ممكن الاجساد تشيخ لكن القلوب عمرها ما تشيخ ابدا. وقتك انتهى، اتفضلي بره. دي بتطردنا يا بابا. اتفضلوا كلكم، باب الخروج من هنا. يلا يا سهام. بتكتب شيكات يا غراب؟ الله يرحم، لما طلعت الكارنيه بتاع مترو الانفاق عملت فرح. يلا بينا، يلا يا غراب. امتى هتفهمي ان الدنيا اتغيرت يا امي؟ مفيش حاجه اتغيرت. بصي حواليكي كويس، مفيش حاجه بقت على حالها. كل الناس وصلت يا سهام الا احنا. فضلت انا وانت وعيالنا قاعدين في اخر القطر، محدش حاسس بينا. ايوه ما وصلتش يا علي، وهي دي المهزله، مع اني قضيت عمري كله بجري واجري. شفت الشمس منوره في السماء، مشيت وراها، جريت وراها،
لحد ما غابت وسابتني في الضلمه لوحدي. يلا بينا يا سهام، يلا بينا، محدش عارف، يمكن ربنا بكره يعدلها من عنده. يلا. سليم، دور على الحقيقه يا ابني، خليك وراها لحد ما توصل لها، واوعى تفقد ثقتك بنفسك ولا ايمانك بالعلم والسعي والاجتهاد. اكيد اللي احنا فيه ده كابوس وهنفوق منه. اللي معاهم ملايين وراكبين احسن عربيات لمجرد ان هم بيقدموش شيء ليه اي قيمه، بنجوم شاشات وتلفزيون ومسرح، دول كان معاهم علم. غلط، كل ده غلط، كل ده زبد، زبد فوق وش الميه. يمكن بيلمع، يمكن كتير، يمكن هو اللي مسيطر ومتشاف، لكن كل ده غلط يا ابني، لان هيجي وقت كل ده هينهار، كل ده هيسقط. كل اللي بينجح بلقطه او بواسطه او بترند، كل اللي بينجح من غير علم او موهبه، كل ده هينهار لانه من غير قواعد، ولان ربنا قانونه معروف. في النهايه لن يصح الا الصحيح، وانت صحيح يا ابني، صدقني انت صحيح، وهيجي وقت هيتغير كل ده. يلا بينا، يلا يا سام. استاذة سهام، استاذة سهام، يا فندم. استاذة سهام، مش كده؟ ايوه. حضرتك مش فاكراني؟ مش واخده بالي، معلش. انا رازي، كنت تلميذ عند حضرتك وكنت دايما بتشجعيني. انا كنت ايوه افتكرتك. افتكرتيني حضرتك؟ معلش، اصلي تعبانه شويه، ما كنتش مركزه. معلش، الله يكون في عونك. انا كنت عند سعيد حمامه ده. غراب، يا ريته حمامه، ده غراب وما بيستحماش. والله هو وشه فقري فعلا، اعوذ بالله، حاجه، او حتى كرشه غريب قوي. انا كنت عند سعيد وحكالي، يعني كنتوا شايفين وانتوا قاعدين عنده، وحكالي حضرتك اللي كان حصل معاكم بسخريه للاسف. ما عندوش دم. انت بقى سليم، مش كده؟ ايوه يا عم. انا شفت سليم بقى بليله الكبير عقبال عندك. والله. وعندنا سامي في البيت ما شاء الله، ومقدمين على حسين. الله اكبر، ربنا يبارك لك فيهم. اللي كان بيعدي من هنا شفته؟ ده هيلوجرام. الله اكبر، ده حاجه جميله جدا والله. الحمد لله. انت بقى سليم، مش كده؟ ايوه يا عم. انا شفت السي في بتاعك وحكالي عن السي في اللي انت ما شاء الله عندك مواهب في الاي اي. احلف لك، انت شفت السي في؟ انت ما شفتهوش. ما كانش فيه سي في، هو حكى لك عليه. هو حكى لي عليه، هو حكى لي عليه. الواد ده مهندس اي اي. الواد ده مهندس، والتاني الجاهل يقول له اي اي وفين البي سي دي. ده هو والله ايام المدرسه ما كان بيعرف يكتبهم، اللي جاي يتنطط علينا دلوقتي. حمامه والله يا ريته حمامه، ده الحمامه مفيده. استاذ زياد، انا شفت الحاجات اللي حضرتك كنت فيها هناك مع الاستاذ سعيد. انا عايز اقول لك ان احنا اشتغلنا كل حاجه وعملت كل حاجه، وبعد كده خرجت انا واصحابي وعملنا شويه مشاريع، لان كنت دايما حضرتك بتقول لنا علشان نحل مشكله البلد دي لازم الانتاج والتصدير. مظبوط، صح يا ابني، الله ينور. والله اخيرا بعد ما طلعت معاش انا بعترف بيك انك مدرسه وعرفت تربي. الله ربنا يخليك. يا ايه رازي دي؟ رازي والله ده كان طالب في حاجه. طالب؟ انت طالب اسمك رازي؟ والله رازي وغراب. ده ايه الجيل المنيل اللي احنا وعايزين يفلحوا. هتنسيني الكلمتين اللي انا حافظهم يا سيدي افتكر. وبعدين بعد لما احنا اجتمعنا مع بعض عملنا شويه مشاريع وعملنا مصانع، وقلنا بس احنا كده وصلنا. قلنا نروح لسعيد يمكن يشاركنا ويطلع من مصانعنا ونبتدي نكبر المصانع. ولكن للاسف بعد لما رحت له لقيته بيقول لي وهو اتم، باصص لي كده بيقول لي ها مشاريع ايه وانتاج ايه وتصدير ايه؟ احنا بتوع استيراد. احنا بتوع استيراد وبس. للاسف فشلت في تعليمه. واداني وانا خارج قال لي على سليم ابنك ان هو عنده ممكن ان احنا نستفيد بيه، وبالفعل جريت وراكم عشان الحق اسلم عليكي واقول له ان انت ان شاء الله هتبقى معانا، لان احنا محتاجين الحاجات ديت اليومين دول. البرنامج الاي اي
ده موضوع مهم جدا. ايوه. طب يلا بينا دلوقتي على المصنع. احنا محتاجين الحماس ده. الحمد لله الحمد لله والله وربيت يا سهام والله انت نموذج فعلا. للشباب الحمد لله الحمد لله يا سهام. فعلا. ربنا الدنيا يعوض لسه صبرك بخير. خير. يا سهام حضرتك ما تشكرنيش انا، اشكر الابله سهام. لا لان لولاها مش هقدر صدقني يا حاج المره دي مشيها ما مشيها تضغطش عليا مشيها عشان ابنك عشان هنحتاجه لسامي كمان. شكرا يا سهام. استاذه سهام لولاها ما كناش احنا نجحنا وبقينا واقفين هنا. كان ممكن نقف هنا من غيرها عادي مش هيحصل مشكله والله. ده بص بتعيط. لا دي فرحانه ده كده بتضحك كده بتضحك. ما شاء الله. شفتهاش يوم الفرح؟ ده كان صور فرحكم؟ هي ما خدتش غير دموع الفرح. الحمد لله. ودموع كل حاجه. اضحكي يا سهام اضحكي. اضحكي يا سهام. والله أستاذة وربيتي سهام. وعلمتي اهو الحمد لله الحمد لله. احنا بنشكرك يا استاذ سهام لان انت لولاكي ما كناش نجحنا ولا وقفنا على رجلينا. الحمد لله. اشكر والدتك وانت ان شاء الله هتبقى معانا. بوس ايد ماما يا ولد. خليك يا حاج. برافو عليك يا حاج والله العظيم. شفت لك العلم يا ابني العلم والتربيه هو تربيه وتعليم. هي ربت وعلمت علشان حضرتك النهارده تجني الثمره وتشتغل AI. بقول لك يا رازي يعني انت مش غريب يا ابني. ممكن اطلب منك طلب؟ والله يعني اللي انت عايزه تحت امرك. مش محتاجين مدير ثلاجات تاني؟ عيني على اهل كايرو لبطبناها. سامي، نحيي الفنان سامي والفنان عبد الله لجنة الفنون. تعالى يا عبد الله. يلا الاستاذة منى اتفضلي. استاذ نسيت اساميكم، بقالي سنة معاكم ونسيت اساميكم. الأستاذ أيمن معلش اتفضل. الأستاذ سامح. أستاذ عفاف. أستاذ رشا. والأستاذة سوسو. صافي. أستاذة مايا. والآن مع المخرج العبقري اللي يعني أبهرنا دايما بشغله الأستاذ فيصل الشناوي. أنا أحمد عواد مساعد المخرج بقى. طيب اتفضل يا دكتور محمد. دكتور محمد عامر مقر لجنة الفنون. احنا طبعا بنشكر حضراتكم. الاستاذة دارين. تعالوا بقى اتفضلوا. نشكر حضراتكم.